بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل مع بعض جمبري مسلوق من غير ولا مادة دهنية، سهل وبسيط وبمكونات حلوة قوي. وهقولك على حاجة تخليه الزفرة تروح منه خالص. وهنعمل كمان رز الصيادية بطريقة سهلة وجميلة، وهيطلع مفلفل معانا وهتعملي احلى طبق جمبري واحلى طبق رز صيادية بطريقة سهلة جدا. الجمبري اهو على النار، بصي لونه حلو قوي، وهقولك ازاي يحافظ على قوامه ما يكشش خالص، ان في ناس بتشتكي ان الجمبري بيكش جامد قوي معاها. سهل قوي وطريقة بسيطة فعلا وحلوة، وهتعجبك جدا لو جربتيها. اول حاجة الجمبري اهم حاجة فيه ان انا بخلة سنان كده بفتحه من ورا وبطلع من فوق الظهر كده الكيس الرملي. اهم حاجة ان الكيس الرملي ده مش مفيد خالص، فلازم نطلعه من الجمبري كله. انا كده طلعته من الجمبري كله. لازم بقى اخد الجمبري بعد ما اخلص الكمية كلها واغسله غسلة كويسة جدا، وكده خلاص الجمبري بقى زي الفل معانا. تمام كده. نجهز بقى عشان الجمبري ما بياخدش وقت. نجهز حاجته، يعني بصل وفلفل وطماطم وقشر برتقان او يستفندي ونص معلقه توم مفروم. قشر البرتقاني او اليوستفندي ده سر بقى ان هو الزفاره بتروح منه خالص. اول حاجه هنعملها رز الصياديه. اول حاجه هننزل ب3 معالق زيت، وبعدين ننزل ببصلايه متقطعه قطع صغيره ونبدا نحمر. احنا عملنا الرز عشان الجمبري طبعا ما بياخدش وقت. لما نوطي على الرز نبدا بقى نجهز الجمبري. اول ما تدبل البصله احط نص معلقه توم مفروم. اول ما تبدا بس تبدا انها تدبل كده، وبعدين اسيب الرز لحد ما يبقى، اسيب البصله لحد ما يبقى تغمق كده زي ما انتم شايفين. ابدا بقى اكون غاسله الرز كويس قوي ومصفياه كويس جدا. انزل مثلا دول كوبايتين رز، اشمع الرز بالماده الدهنيه اللي انا حطيتها فيه، يعني بالزيت والبصل اشمعه كله. افضل اقلب كده بحيث ان هو عشان يطلع مفلفل ويطلع حلو قوي. مش هنعمل العكس. نحط بقى التوابل الرز، توابل رز صياديه وكمون وملح وشويه قرفه. ايوه قرفه بتفرق معاه جامد قوي، تودي طعم في حته تانية خالص. نقلب بقى بعد ما نحط كوبايتين ميه على كوبايتين الرز. هنحط الملح بتاعنا، ملحي بقى زي ما انت عايزه. انا حطيت معلقه ملح كده تمام، واغطي عليه. واول ما يغلي خلاص كده انقله بقى على عين هاديه خالص وبسيطه عشان يطلع مفلفل على نار هاديه قوي. ابدا بقى اعمل الجمبري ما بياخدش معايا 10 دقايق. قبل الرز ما يكون استوى هيكون الجمبري استوى. انزل بالجمبري اهو في حله من غير اي حاجه، وانزل بالخضار اللي قلت لكم عليه. ايوه البرتقان ما تستغربيش، هيخلي طعم الشوربه حلو قوي، وفي نفس الوقت هيشيل الزفاره تماما. والبرتقان مفيد. التوابل اللي انا عايزاها للجمبري ملح وفلفل اسود وكمون وحبهان، شويه حبهان صغيرين او مطحونين، كزبره ناشفه. انزل عليهم بكوبايتين ميه. تمام. واقلب بس، مجرد بس النار ما تلمس الجمبري تسخن شويه الحله، هيبدا الجمبري لونه زي ما انتم شايفين كده. شايفين لونه هيغير ازاي اهو؟ يعني انا هوريكي تاني. بصي لونه بدأ يغير من جوه اهو. تمام. اغطيه واسيبه اقل من 10 دقايق، هبص الاقي لونه غير كده. الخطوه دي بقى انا بطفي عليه. الشوربه بتكون حلوه قوي، الجمبري بيكون ماسك نفسه وقوامه حلو قوي وما يكشش. لو سبتيه اكتر من كده الجمبريه نفسها حجمها هيصغر. وناس بتقول ان الجمبري كش معانا قوي. ايوه عشان الجمبري ما بياخدش وقت، مجرد ما لونه يغير خلاص هو استوى. يعني الناس ما تقولش هو ما استواش، لا هو كده استوى خلاص. الرز كمان بصوا، الرز في نفس الوقت خلاص فلفل وبقى جميل جدا. بصوا الرز وسهل وبسيط، وعملناه في 10 دقايق خلاص كده. اقدم بقى الجمبري بتاعي والرز بتاعي. بصوا شكله ولونه تحفة بجد، يعني وسهل وبسيط. بصوا لما قشرته لحمه اهو زي ما انتي شايفة كده من جوه مستوي قوي وحلو وماسك نفسه مش مجلد. وفي نفس الوقت طعمه حلو قوي، شارب من الشوربة. طبعا الشوربة هقدم الشوربة معاه. وكده نبقى عملنا مع بعض احلى رز وجمبري، واللي يجرب وصفتي بألف هنا وشفا ليه.